النهارده بنات صينيه الرز المعمر دي تحفه، حاجه كده زي العسل. الف هنا وشفا يا رب اللي ياكلوها. صينيه مسكره ان شاء الله، الطريقه تعجبكم وتبقى عند حسن ظنكم يا رب. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي بابسط طريقه واحسن طريقه ان شاء الله. طريقه حلوه جدا، بس لو الفيديو عندكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتكتبوا لي كومنت حلو، واللي ما فعلش الجرس ينزل يفعله، واللي اول مره يزورني النهارده يفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. يلا بينا نشوف هنعمل الصينيه الحلوه دي ازاي النهارده. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير كلكم وعاملين ايه. النهارده هعمل صينيه رز معمر حلوه قوي هتعجبكم. صينيه رز معمر حلو مش حادق، بطريقه كده خفيفه وسريعه وحلوه جدا ان شاء الله تعجبكم وتبقى عند حسن ظنكم. عندي هنا دي الصينيه بتاعتي. الصينيه دي بتاعتي دي بتاخد 2 كيلو ونص رز. في الرز العادي المعمر العادي الحادق بتاخد 2 كيلو ونص. تمام كده. انا حاطه فيها دلوقتي كام عشان اعمل رز معمر بقى كده ويبقى حلو معايا وزي العسل، حتى كيلو وربع رز بس. تمام. وعندي على البوتاجاز 2 كيلو الا ربع لبن حليب لازم يبقى سخن جدا. تمام. عندي الزبده بتاعتي حاطه عليها 4 معالق زيت. تمام كده. وعندي كوبايتين سكر، وعندي رشة ملح، وعندي رشة فانيليا، وعندي حتة قشطة كده شايلاها في الفريزر هطلعها حالا. هنحط معلقتين كده عشان يدوني وش حلو، وتبقى الرز المعمر بتاعي كده التست بتاعه زي العسل ان شاء الله يعجبكم ويبقى عند حسن ظنكم يا رب. انا بقى اول حاجة هعملها دلوقتي هجيب اللبن بتاعي خلاص بيسخن على النار، وهاخد الرز بتاعي اغسله وارجع لكم تاني ونشوف هنعمل سلطه الرز بتاعتنا دي ازاي النهارده وتبقى زي العسل. الف هنا وشفا يا رب. قبل ما اول ما بدات اصور معاكم او بدات اجهز الحاجه بتاعتي، انا شغلت الفرن بتاعي يسخن. تمام كده. لازم الفرن يكون سخن ودرجه حرارته عاليه جدا. تمام كده. هروح اغسل صينيه الرز وارجع لكم تاني، استنوني. انا غسلت صينيه الرز. تمام كده. اول حاجه بعملها بحط رشه ملح بسيطه قوي عشان تظبط الطعم معايا. تمام كده. وبعدين بصوا هروح حاطه بقى كوبايتين السكر بتوعي. اول حاجه كوبايتين السكر هيخلي طعم الرز بتاعي كويس معقول حلو اهو. تمام كده. تمام كده. وهروح مقلبه السكر بالملح بالرز كده اهوت. عايزه اقول لكم الطريقه دي حلوه قوي سهله وسريعه وزي العسل ان شاء الله تبقى صينيه رز برضو زي العسل اهو. كده عامله ايه بقى، واخده شويه الزبده بتوعي زبده، وزي ما قلت لكم حاطه كام معلقه زيت عليهم. تمام كده. ده مش ده بس طبعا، لسه بقى هنحط القشطه بتاعتنا طبعا، بس دلوقتي هنحطها على وش الصينيه عشان تعمل لنا الوش الجميل للصينيه. طبعا لو حد عنده كريمه حابب يحطها، كريمه اللباني يحط عادي جدا. ادي الرز بتاعنا. بصوا يا بنات، بصوا الرز بالزبده بالسكر، بصوا حاجه كده زي العسل. بصوا عامل ازاي اهو، حاجه كده جميله قوي اهو. شايفين حلوه جدا. تمام كده. اروح جايبه بقى اللبن بتاعي واحطه على الرز. طبعا سامعين الفرن، انا مسخنه الفرن زي ما قلت لكم. انا هجيب اللبن اهو، ادي اللبن اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. تمام كده. زي ما قلت لكم لازم اللبن بتاعنا يكون سخن. تمام كده. انا شايفه ان هو محتاج كمان شويه ماشي. وانا عندي ال2 كيلو وربع لبن دول، ال2 كيلو الا ربع لا 2 كيلو الا ربع، يعني كيلو ونص وكوبايه كده.
فانا شايفه ان هو محتاج تاني شويه، فانا الحقيقه هسخن شويه ميه واحطه. تمام. يا بنات انا سخنت شويه الميه بصراحه، لقيت عندي معلقه لبن بودره اهوت، فقلت طب ما نحطها تدينا تيست حلو مع الميه اهي. بفضل اقلب عشان السكر بتاعي يدوب. ايه يا مامي عامله لنا اكل ايه؟ مش عامله اكل، انا عامله رز معمر حلو. ايه ده بجد؟ هي شكرا. انا كده مش هحط تاني خلاص، كده الدنيا انا كويسه. كنت بقول لماما لسه امبارح، كنت بقول لها عايزه رز معمر بالسكر اهوت يا مامي، عملتهولي في ثانيه. بصوا شايفين بقى، افضل اقلب كده لحد ما السكر بتاعي يدوب. وبعدين الصينيه دي بسيبها بره الفرن ربع ساعه كده، الرز بنقع فيها والسكر، حبات الرز تشرب كده وتتمدد بقى، تنفش مع اللبن كده ماشي، والسكر بتاعي يدوب كله. ربع ساعه بس تبقى بره الفرن. هنحط نقطه الفانيليا بتاعتنا، حطي كده نقطتين زي ما انتي حابه، مش حابه تحطي طبعا ما تحطيش. وتفضلي تقلبي. الرز بتاعي يا بنات ربع ساعه بالظبط، دوبت السكر كله فيه وسبته ربع ساعه. الحبايه بقى كده ايه تنفش كده في اللبن، وتبقى ايه طريه شويه كده وحلوه ان شاء الله، تخش على السوا على طول. عندي بقى القشطه بتاعتي انا شايلاها في الفريزر زي ما قلت لكم، تبقى معلقتين 3 براحتك خالص، زي ما تحبي تحطي حطي انتي وايه وراحتك ماشي. انا عايزه احطه علشان يعمل لي وش حلو، يعني تعمل لي وش وبرده طعم ونفس ايه بقى، مش عايزه اقول لكم يعني ماشي. هندخل بقى الصينيه بتاعتي دي على الفرن اهي. القشطه بتاعتي دي بالنسبه لي كده حلوه قوي زي الفل اهو، وزي ما قلت لكم الفرن بتاعي سخن. وبعدين اوريكم الصينيه بتاعتي اول ما تخرج، استنوني ما تروحوش في اي حته. الرز بتاعتي اهي بعد ما طلعت من الفرن، الله شايفين الجمال، ما كانش هيعمل الجمال ده الا المعلقتين القشطه اللي احنا حطيناهم على فكره. عايزه اقول لك بطريقه التسويه، انا اللي ما عندهوش الفرن بيتولع من فوق ومن تحت، اهم حاجه اللبن بتاعك يكون سخن جدا تمام، وتكوني مولعه الشوايه من فوق، وتحطي الصينيه من فوق الاول، لازم تاخد لون قبل ما تنزليها تحت، وتولعي النار من تحت. لازم اللون بتاع الرز المعمر يتاخد الاول، وبعدين تروحي لما بعد ما تاخد لون تنزليها تحت، تقفلي الشوايه وتولعي من تحت، وتحطيها بقى على الرف اللي تحت خالص عشان تستوي بقى وتبقى زي الفل تمام كده. اللي عنده بقى الفرن بيشتغل من فوق ومن تحت هيولع من فوق ومن تحت ويحطها في الرف الوسطاني، هتبقى زي الفل كده. انا عندي الفرن بيتولع من فوق ومن تحت تمام كده. يا رب يكون الصينيه بتاعتي تكون عجبتكم النهارده، وتكون الفكره عجبتكم. انا مش عارفه اطلع منها لان لسه مطلعها دلوقتي سخنه جدا، اشوف كده هعرف اطلع ولا لا منها. ويا رب تكون الفكره عجبتكم النهارده، والرز بتاعي بألف هنا وشفا يا رب للي هياكلوه يا رب. لو عرفت اطلع قطعه منه دلوقتي هطلعها، اشوف كده بس جرب اقطعها كده واشوف، لو عرفت اطلع منها قطعه هطلعها واوريها لكم دلوقتي حالا، لان هي سخنه وبتبقى سخنه مش بنعرف نطلعها كويس، سخنه قوي تمام. شايفين جميله ازاي؟ شايفين زي العسل.